والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحفل الكريم، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب xaflado markii shicir camal aan ku akhriyo af Arabiya ka bilowday jaray, laakiin geeki mays aray maadaama walaayar dindigay haddii aan ku fiirimayn batayna afka keekana ka bilowda marka islaanka saaxiibkay ay hadda qasiidada ama gabayga af maaymaayga inta ku jeediyay meeray afyaalada hay taageeray anina maysan lahaa dadka oo af Arabiga ka gabayo hal taageeray. farxaday malaha kooba kora markood mar labaad mar saddexaad ilaahay mahadle oo suurtageliyay xafladan oo quruxda badan ardaydan in badan hadadaalayeen maalintii sugaayeen hadeeran marka IBC gabayga dhadisna ka sheega doona waa rawdul culum waa ilmaga beertis waaye marka hanolaato yelana eedyadiyan maxsantiin gabayga aan xasiin diyaariyay xasiin ku tiragaliyeena inta ku jeedi doona gabayga inoolib waa af Arabiyo kulli lan walba in fahmi doona rajeeya. التحف لمعهد IBC. يا ناظم الشعر رنم أعذب النغم وبارك الحفل واكتب أعذب الكلم وأفصح القول واهدي اليوم تهنئة واسكب حروفك والأشعار كالديم. أما ترى اليوم كل الناس في عجب وآية العجب تبدو من وجوههم. أما ترى اليوم كل الناس في عجب وآية العجب تبدو من وجوههم. سألت نفسي لماذا؟ هل أتى جلل؟ وما الذي أدهش الجمهور كلهم؟ قالت: وقد أبهرت مما سألت بها أما سمعت بIBC أخا الكرم. قالت: وقد أبهرت مما سألت بها أما سمعت بIBC أخا الكرم. فقلت: أرجوك ماذا تقصدين به فأفصح الأمر واخبرني ولا تلمي. قالت: عجبت وما قد كنت أحسبه أن ابن زينب لم يسمع ولم يشم. فاسمع هديت فهذا معهد علم أعنيه IBC يا صاحب النظم. فاسمع هديت فهذا معهد علم أعنيه IBC يا صاحب النظم. روض العلوم روض العلوم علوم الطب أقصدها كذا اللغات ومأوى العز والقدم. يا معهدا زين البلدان قاطبة ويا منيرا دروب العلم والحكم. إني لأعجب من سماك معهدنا. إني لأعجب من سماك معهدنا. نعم وربي فلم ينصف ولم يقم. يا حبذا إنهم سموك جامعة من الجوامع يا نارا على علم. يا حبذا إنهم سموك جامعة من الجوامع يا نارا على علم. نورت بلدتنا بالطب معهدنا حتى شفيت جميع الناس من سقم. حمى الإله جبالا فيك معهدنا. نالوا العلو وهم في الناس كالنجم. قد أتقنوا الطب والحاسوب قاطبة. قد أتقنوا الطب والحاسوب قاطبة كأنهم ابن سيناء أخا الفهم أو أنهم ابن فرناس الذي ابتكر النظائر الكبرى كالحبر في القلم. لا يشتكون طوال الدهر من تعب وما يعانون من ضجر ومن سأم. حباهم الله علما طيبا عطرا قد يرتوي الطالب الظمآن للحكم.
منهم أبو الطب بحر في تخصصه، منهم أبو الطب بحر في تخصصه أعنيه شاهي فقل يا أعظم النعم. منهم أبو الطب بحر في تخصصه أعنيه شاهي فقل يا أعظم النعم. وقاسم بن علي ركن معهدنا، كذاك يوسف إسحاق ذوى القمم. كم من أطباء نالوا شأو مرتبة من بعد ما نهلوا من بحر علمهم. هم زينة الأرض أعلام ذوي أدب، هم خيرة الناس أعيان أولي همم. هم أسوة الخلق في حسن وفي خلق، هم قدوة بين أهل الأرض كلهم. ما زلت أسأل ربي دائما أبدا أن قد حماهم من الآفات والسقم. لهم مدير ذكي عاقل فطن يدبر الأمر مأمونا من التهم. لهم مدير ذكي عاقل فطن يدبر الأمر مأمونا من التهم. يسامر النجم طول الليل مجتهدا لنفع أمته بالعلم والكرم. أفنى على الطب عمرا لا عداد له، أفنى على الطب عمرا ما له عدد، حتى تحقق ما قد كان في حلمي. يا أحمد البدري، يا أحمد البدري، يا أحمد البدري يا دكتور معذرة قد مل حرفي عن التعبير والنظم. شكرا لنجم بهذا الحفل شرفني، أعنيه خلي عبيد الله ذي الكرم. يا شمس يا بدر يا من لا مثيل له في كوكب الأرض أو في سالف الأمم. يجزيك عني بكل الخير خالقنا، وينفع الجيل ما تحويه من شيم. وللتلاميذ أهدي كل تهنيتي، قد أعلنوا اليوم أن العز في القلم. كم قد سهرتم أصيحابي لغايتكم، وكم قصدتم لنيل الشمس والنجم، وكم بذلتم جهودا لا نعبرها بالشعر والنثر حتى أفصح الكلم. يبارك الله يا طلاب جهدكم، يبارك الله يا طلاب جهدكم، فقد صبرتم لأجل العلم والقيم. دونت أعذب شعري كي أهنئكم، وكي أصرح أني شاعر العجم. دونت أعذب شعري كي أهنئكم، وكي أصرح أني شاعر العجم. ما إن أردت بيوم نظم جوهرة إلا رأيت جميع الحرف كالخدم. لا أكتب الشعر كي أدعى بشاعرنا، وكي يقال أديب القوم كلهم، لكن لخدمة هذا الدين أكتبه علي أفوز بدار الفوز والعظم. لا أكتب الشعر كي أدعى بشاعرنا، وكي يقال أديب القوم كلهم، لكن لخدمة هذا الدين أكتبه علي أفوز بدار الفوز والعظم. ولا أكلف نفسي في كتابته، لكنه منة من واهب النعم. وأسأل الله يحيي كل قافيتي وأن يخلد ما سطرت، وأسأل الله يحيي كل قافيتي وأن يخلد ما سطرت للأمم، وأن يصلي على من كان أفضلنا، ومن إذا آن نصف الليل لم ينم، كذا الصحابة من آوى وقربه وقال أهلا بلا مال ولا رحم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.